السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة كوكب النباتات. والنهاردة هنتكلم عن زراعة البطاطس في المنزل أو على السطح أو في البلكونة. المهم نزرع البطاطس. وزراعة البطاطس دي شيء جميل جدا. انتوا شايفين طبعا البطاطس بعد ما عملنا تحفيز للبطاطس حوالي 15 يوم في التربة وفي مكان يكون ظل، عملنا لها تحفيز زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم. الظل والميه والرطوبه حفزت حبات البطاطس. وهنبدا بقى الرحله من دلوقتي ازاي نزرع البطاطس، وهنتكلم ونقول هنشتري حبات بطاطس عضيه طبعا. واحنا دلوقتي في شهر 10 و11، وده الموسم شهر 10. يعني التحفيز اللي حصل ده في شهر 10 بتاع البطاطس. هنجيب البطاطس، ثمرات البطاطس طبعا موجوده ده في شهر 10، وده الموسم الشتوي بتاعنا اللي هنزرع فيه. وهنجيب تربة برضو موجودة مخلوطة على رمل، ونحاول نرطبها. يعني مش نغمرها بالمية، لا نرطبها بس نخلوها مبللة، يعني مبسوسة بالمية بس زي ما انتوا شايفين، في مكان ليه تصريف بسيط برضو، بحيث ان احنا نحط الثمرات، والثمرات تحس بالرطوبة الشديدة، يحصل لها بقى الانبات اللي احنا عاوزينه، التحفيز، يطلع جذور ويطلع نموات خضراء. ونبدأ بقى ان شاء الله بوضع درانات البطاطس في التربة زي ما انتوا شايفين كده، في التربة اللي هي المبللة خالص. وكده احنا بنرص حبات البصيلات طبعا بتاعت البطاطس. والبطاطس دي كلها طبعا مجهزة وفيها درانات بسيطة للتزريع. يعني دي كلها احنا في موسم شهر 10. معظم البطاطس اللي في السوق دلوقتي اما بنلاقيها بنلاقي فيها مزرعة بسيط كده. فاحنا يا ريت يكون البطاطس فيها تزريع بسيط، بحيث تبقى يعني متحفزه جاهزه تيجي تشتغل على طول. وزي ما انتوا شايفين بنرص البطاطسايه واحده في ريحه واحده، والتربه حواليها داير ما يدور طبعا. وهنغطيها غطا كويس، ونرشها ميه بسيطه، بحيث ان تبقى التربه مترطبه برضه، ما يكونش فيها ميه واقفه. والاناء اللي احنا هنشتغل فيه او القصيص يكون له تصريف برضه، محدش ضامن الظروف. وكده هنغطي بقى حبات البطاطس. وزراعة البطاطس على السطح أو في المنزل أو في البلكونة جميلة جدا ومسلية جدا، وشكلها بيبقى جميل. وهنتابع إن شاء الله. وده فيديو مقسوم نصين طبعا. النص الأولاني هيبقى إن شاء الله لعملية الإنبات والتحفيز والزراعة والإنبات الأخضر، والنص التاني إن شاء الله هيبقى بقية نموات البطاطس، مراحل النمو والحصاد، زي إن شاء الله زي الفل بالظبط. وكده إن شاء الله النموات البطاطس بدأت تطلع بعد أسبوع من الزراعة الأولية المحفزة. بدأت النموات تطلع في القصيص الصغير اللي أنا عامله عشان أحفزها طبعا، وأشوف النموات الخضراء، عشان اللي مش هتطلع ما تطلعش، واللي تطلع زي الفل بالظبط، بحيث إن أنا بضمن النتيجة إن شاء الله بتاعت الزراعة. كده أنا ما عملهاش حاجة خالص. كل ما ألاقيها إن هي خلاص التربة بدأت تجف، هبخ بخة بسيطة بالبخاخة المية بس، مش مية سايلة، يعني ما تبقاش مية سايلة، لا تبقى مية بسيطة. ويا ريت تكونوا عند حسن ظنكم ان احنا نكونوا بنقدم لكم شيء كويس وحاجة هتنفعكم برضه، ويكون في مشاهدة ممتعة لكم. ورجاء طبعا اللي ما اشتركش اشترك في القناة، واللايك والشير والحاجات دي عشان دعم القناة. انا ببقى محتاج لدعم القناة منكم عشان اقدر اواصل معاكم واقدم لكم محتوى يكون متكامل ان شاء الله، احسن من كده كمان. وكده بدأنا بعد حوالي 15 يوم ان المواد كلها اكتملت بتاعت البطاطس. وهنبدأ بقى ان احنا هننقلها بقى للقصيص الكبير ان شاء الله، عشان الشتاء داخل بقى. ونشوف بقى البطاطس وهتربي ازاي الدرانات دي تحت في التربة ان شاء الله. وده طبعا انا بحط عندي مخلفات بطاطا طبعا انا ملحها طبعا ونشفت وجفت، ودي انا بحطها تحت ما بين الصرف وما بين التربة اللي هي السمراء المخلوطة على رمل بالسماد.
هي نفسها اما بتتحلل بتبقى سماد ان شاء الله بعد كده. وبتعمل عمليه برضو ايه، فلتره للميه، برضو تنزل الميه على كسر الزلط اللي تحت، بحيث يبقى عمليه صرف سلسه وحلوه، لان البطاطس بتحب الصرف وما بتحبش الميه الياما برضو. وكده لسه بنكون في التربه، برضو بنكون في التربه ان شاء الله. ده قصيص واسع برضو، حوالي 70 سنتي عرض، داير ما يدور مثلا القطر بتاعه 70 وارتفاعه حوالي 60 سنتي، وده كويس وده المطلوب ان شاء الله. قصيص واسع، وان شاء الله البطاطس تنمو فيه على خير ان شاء الله. وباذن الله نقوم بعمليه الحصاد بعد ان شاء الله بعد ال100 يوم ان شاء الله تبقوا معانا طبعا. نقوم بعمليه الحصاد ونصور النمو اللي ان شاء الله طول الفتره الجايه، شهر 12 وشهر 1 و2، ونبدا الحصاد باذن الله. وكده احنا بنكمل عمليه التربه طبعا. وكده هنبدا ناخد بقى النموات بتاعتنا بتاعت البطاطس ونبدا نزرعها بعد احنا ما شفناها وتاكدنا ان خلاص النموات كده بدانا يعتبر يخش في حوالي 25 يوم من عمر البطاطس. وكده هنبدا بقى نفصل النموات بتاعتنا بتاعت البطاطس وهنزرعها. خلي بالكم البطاطسايه الواحده من دي ممكن تزرع 3 و4 نموات. كل برع مخضر من اللي طالع ده ممكن بالسكينه ونقطعه عشان جذوره طبعا زي ما انتم شايفين. ممكن نقطعه ونزرع منه 3، بس انا بحب ازرعها كده كامله ليه؟ بيبقى احسن يعني. انا مش عاوز كميات كبيره يعني، على قد القصيص. والبطاطسايه دي طبعا شايفين الجذور الكثيفه اللي طلعت دي، طبعا ده من التحفيز اللي فات من 15 يوم اللي في الزراعه كانوا في القصيص الصغير. دي كده طالعه اهي بالجذور بتاعتي. وكده انا بنظم المساحات بتاعت الزراعه قبل ما هزرع ان شاء الله. ايوه كده مثلا بفصل كل نموات بطاطس بالنمو الخضري بتاعها، ودي الجذور طبعا. ونزرع بقى ان شاء الله. اهم حاجه المساحات تبقى بين النمو والنمو في البطاطس حوالي 20 سم 25 سم برضو، حسب المكان وحسب يعني اذا كانت المكان كبير يعني. وطبعا هي بتعوز عمق، وهنسيب من فوق في القصيص حوالي بتاع 15 سنتي او 20 سنتي، بحيث ان هنزود تربه بعد كده ان شاء الله مع النموات ومع الارتفاع بتاع البراعم الخضراء، عشان كل ما هنغطي كل هي ما هتدي درانات بطاطس تحت ان شاء الله مع النموات الخضراء. وده هيبقى في النص التاني مع الفيديو اللي هيجي ان شاء الله. والري باذن الله الري هيبقى ايه، هيبقى حسب دي. يعني دي مش ارض زراعيه طبعا، القصيص اللي على السطح او في البيت او البلكونه ده ممكن بيجف بسرعه، يعني ممكن نرويه كل 3 ايام كل 4 ايام. وفي الشتاء حسب ما هنشوف التربه اللي في القصيص نشفت وفي جفاف ولا لسه فيها برضو لسه فيها برضو ايه رطوبه وميه، حسب انت ما بايدك كده تعمل لها اختبار زي ما احنا عارفين طبعا. وبالنسبه التسميد ده طبعا النموات والجذور اللي طلعت في ال 25 يوم او ال 15 يوم اللي فاتوا. 25 يوم من ساعة ما جبنا وحطينا الايه البطاطس في الايه في التربة السمراء لحد ما وصلت الخضار والنموات الكبيرة دي ان شاء الله والجذور دي كده. انا بستعرض الجذور قدام حضراتكم بحيث ان انا والله ببقى عاوز يعني اخليكم تشوفوا جوه التربه فيها ايه من جوه، بحيث ان يبقى فيها عندكم متعه في المشاهده برضه. يعني انا ما بحبش اجيب حاجه اقول لكم انا زرعت وخلاص، لا انا بحب كل خطواته بالتفصيل انقلها لحضراتكم، بحيث يبقى فيه امانه ويبقى فيه اللي هاوي لسه ومش قادر او ما يعرفش، يبقى انا كده وفرت له معلومه متكامله كامله من كله، بحيث ان ما يحتاجش يسال ولا يشوف ولا كلام من ده، وما يحسش ان انا برضه حشت عنه معلومه او دريت عنه حاجه. يعني كل حاجه موجوده. وطبعا البطاطس دي بتتزرع من اول ان شاء الله شهر 10، دي اسمها العروه الشتويه. بيبقى ميعادها طبعا انتوا في ناس منكم كتير بيهتموا بالتواريخ بتاعه الزراعه. ان شاء الله دي العروه الشتويه، وبتبدا من اول شهر 10 وبتنتهي لحد 15 11.
دي اسمها العروة الشتوية، ودي العروة دي اللي هتهمنا ان شاء الله. وكده احنا بنكمل الزرع، وكده ايه بنحاول نخلي في التربة 10 سنتي، ونزرع الايه البطاطساية بالنموات الخضراء بتاعتها، وننظم طبعا لو في عالي او واطي عشان الري بعد كده يبقى متكامل. نحاول نساوي ما بين كل نقرة ونقرة من الزراعة. مكان الزراعة دي في يعني بالفلاحي او كده بيسمى نقرة مثلا. هنحاول نعدل ونساوي ما بين كل نقرة ونقرة، بحيث ان ما يبقاش في علو واطي، بحيث اما نيجي نروي المية ما تقفش في مكان واحد، تبقى متساوية ان شاء الله في كله. وباذن الله بعد شهر مش هنحاول نسمد خالص سماد بلدي من بتاعنا غير، او اي اسمده طبعا، غير بعد شهر. اما ان المواد دي تكبر خالص وتبقى الزرع قوي وجامد. والري زي ما قلت لحضراتكم حسب احتياج القصيص، ده بيختلف من مكان لمكان ومن جغرافيا لجغرافيا. واسهل حاجه والله زراعه البطاطس دي، هي شكلها جميل جدا، اسهل حاجه، بس يعني فيها شويه رعايه وشويه حاجات بساط يعني، مش اكتر. وكده بدأنا نروي ان شاء الله. الراية الاولى دي بتبقى راية غمر طبعا، عشان اي هوا اي حاجة تحت في التربة مطرح ما حطينا الدرانات البطاطس وجمدنا عليها كده. فاحنا هنحاول طبعا نغمرها بالمية خالص، والمية دي ما عدناش بنروي من طبعا من الصنبور على طول، بيبقى عندنا مية مركونة طبعا عشان الكلور والحاجات دي تطلع منه. فده طبعا ميه مركونه بنحطها واحده واحده كده لحد ما التربه تتشرب خالص. ولو في حتت عاليه طبعا ما بين التربه وبعضها والزرع بنحاول نسويه ببعضه، بحيث الميه كلها تبقى إيه واحد كلها، ميزان واحد كلها، بحيث تروي من هنا مفيش اي ميه تقف. وباذن الله زراعه البطاطس دي هتبقى قويه جدا، وان شاء الله هتشوفوها، وباذن الله هتشوفوا الانتاج بتاعها هيبقى قد ايه مع الرعاية بتاعتها ان شاء الله، ومع التسميد بعد شهر، ومع الري بانتظام. وما نشربش في وقت ما يبقاش فيه شرب، عشان دي هتبقى ان شاء الله هتبقى في الشتاء وهتبقى شتوي، وباذن الله تطلع انتاج كويس. ويا ريت ان انا ما اكونش قصرت معاكم في اي معلومات، ويا ريت تقولوا لي في التعليق برضو زي ما احنا مشينا حتى في فيديو الفول اللي فات. طبعا انا بحب تعليقاتكم واحب نصايحكم، وطبعا كل مشاهدين القناه انا بحترم كل ارائهم، حتى لو فيها سلبيه انا بحبها برضه. فيا ريت انتوا تنورون وتقولوا لي برضه على الصح والغلط لو في اي حاجه، بحيث نبقى مع بعض على طول، وانا اجدد من اسلوبي، ولو في اي حاجه كده ولا كده اعرف ان انا ايه احدث من اسلوبي معاكم، وفي الزراعه وفي كل حاجه حتى لو في الكلام حتى. وبكده نكون وصلنا ان شاء الله لاخر الفيديو. وكده المرحله الجايه كلها بقى رعايه لحد ان شاء الله النص التاني من الفيديو. ويا ريت اللي مشتركش يشترك ان شاء الله في القناه، واتمنى لكم مشاهده طيبه. وما تنسوناش في اللايك والشير طبعا، وادعموا القناه طبعا عشان نقدر نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.